السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم بفيديو جديد وبوصفه جديده وبفطار جديد كده ان شاء الله، اليوم من ايام رمضان. كل سنه وانتوا طيبين. لو زهقنا بقى ان شاء الله كده لو زهقنا من السمك واللحمه والفراخ والكفته والبنات، تعالوا نعمل بقى شويه بيتزا حلوين كده، ومعاهم صينيه جلاش كده بجبن، يعني بشويه جبن كده. لمي كل الجبن كده اللي في التلاجة وتعالوا نعمل مع بعض الوصفه الحلوه دي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقولك لو انت اول مره تشوفي القناه، يا ريت تشتركي لي كده في القناه وتحطي لي لايك حلو كده للفيديو. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا بقى الفطار بتاعنا النهارده حلو قوي. زهقنا طبعا زي ما بقول لكم كده من الكفته والبانيه والفراخ والسمك واللحمه، يا كل ده يعني خلاص. يعني احنا بقينا في نص رمضان، داخلين على نص رمضان اهو. فالعيال بقى زهقت وكده، قلت بقى نعمل لهم النهارده بيتزا وصينيه جلاش كده بشويه جبن كده حلوين، على شويه طماطم، على شويه فلفل. وندخل بقى كده على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا عملتها، انا بعجن بقى الاول البيتزا زي ما انتم متعودين معايا. عملت اختبار الخميره بتاعي اللي هو ربع كوبايه من الميه، وعليها كيس الخميره ومعلقه السكر ومعلقه دقيق، خمرتهم في جنب. وجبت معايا بقى ايه للزب البيتزا بتاعتي، انا بحط لها زبادي ولبن بودره. ما كانش عندي المره دي لبن بودره فحطيت الزبادي وعادي، وكانت حلوه وطريه وزي الفل. بس عايزه اقول لكم ان اللبن البودره بيبقى حلو قوي 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 في البيتزا بالذات. يعني اي معجنات عموما، بس هي البيتزا بالذات بتبقى حلوه قوي باللبن البودره مع الزبادي يعني. بس كده، وبعجنها بقى بالميه، ما بعملش فيها اي حاجه تانية. انا من الناس اللي ما بحط لهاش زيت، لا زيت زيتون ولا زيت نباتي ولا اي حاجه خالص، لان بحس لما هي بتدخل الفرن وبتستوى كده بحس انها بتقرمش وانا عايزاها طريه. حطيت عليها بقى شويه ميه، جبت بقى ايه شويه ميه كده في نفس الطبق اللي كان فيه الخميره، وعشان اخد كل اللي كان في الطبق وايه واعجنها. هعجنها بقى، مش هطول معاكم المرحله ديت زي كل مره ان انا بجيب معاكم العجن من اوله لاخره. انا هعجنها بس كده مع نفسي، وبعد كده بقى ايه واخمرها ونبدأ بقى ايه نفردها مع بعض اهو. هعجنها بقى كده وهخليها الكف ده يلملي العجينه بتاعتي، وبعد كده هبدا ازود الميه واعجنها عادي. اتعجنت بقى وخمرت وكله، هبدا بقى اجهزها. انا نسيت اقول لكم ان دولت 4 كوبايات من الدقيق. 4 كوبايات من الدقيق عملوا لي 3 فطيرات، 3 بيتزات، اسفه 3 بيتزات، 3 بيتزات، بيتزتين كبار وبيتزايه صغيره. عملوا لي ال3 بيتزات دولت. وعملت بقى كيس جلاش كده، والله بتبقى منها كمان للسحور اهو. ال3 فطيرات احنا يعني انت عارفين بقى في الفطار لما بيكون بقى بالذات البيتزا يعني بتاكل وبتشبع وبتبقى حلوه قوي. بس يعني انت عارفين احنا في الصيام، فلازم بقى يفيد منها. فيعني شوفوا بقى لما تعملي فطار وسحور بنفس نوع الاكل بترتاحي بقى في حاجات كتير قوي كده. دول ال3 فطيرات احنا بنحبها ايه بقى، احنا بنحبها يعني خفيفه، فبفردها حلو قوي، يعني بفردها حلو. وبعد كده بحطها في الصينيه. بفردها الاول بره عشان ما بحبهاش تخينه خالص. مش هحطها بقى في الصينيه واقعد بقى افرد فيها ولا تتفرد من ناحيه او ناحيه، لا بفردها حلوه قوي قوي بالنشابه. وبعد كده احطها في الصينيه، وبعد كده اقوم رايحه بقى بشكل بقى كل ال3 بيتزات، بحطهم في الصينيه. وببدا بعد كده احط بقى الحشو مره واحده. الحشو معايا بقى، انا كان عندي جبنه وشويه فلفل على شويه طماطم، شويه جبنه رومي. الجبنه الموتزاريلا كانت قليله شويه بس عادي احمرت وبقت حلوه وكفتهم يعني. فخلصت على كل الجبن اللي في التلاجة بصراحه. لميت كل الجبن اللي في التلاجة حطيتها في البيتزا وفي الحواوشي وفي البتاع في الجلاش وخلصت بقى ايه يعني على كل الجبن بقى. وان شاء الله نشتري جديد. بعد بقى ما فردت بقى عجينه البيتزا بتاعتي، انا معايا ده كيس صلصه على معلقتين كاتشب، على معلقتين معلقه واحده بس كده من زيت الزيتون، بس عشان احس بريحه زيت الزيتون كده في البيتزا. وبتدي ما بحطهاش في العجينه ولا بحطها في اي حاجه غير في شويه الصلصه دول. ديت بقى احسن اسرع شويه صلصه ممكن تعمليهم للبيتزا. ولا بقى تشتري صوص صلصه جديد من الغالي، ولا هتعملي صلصه ولا هتسبكي صلصه على البوتاجاز. هو معلقتين صلصه من الجاهزه على معلقتين كاتشب على معلقه زيت الزيتون.
ولو في زعتر نص معلقه زعتر كده هتبقى حاجه تانية يعني. بيتزا بيتزا يعني مفيش اي كلام. هنحط بقى الطماطم وهنحط معانا الفلفل الاخضر، وده زيتون شرايح يعني جايش كده شرايح شارينه يعني من السوبر ماركت. وبس كده. وبعدين بعد كده بقى عملت بقى ال3 بيتزات بنفس الطريقه. وبعد كده بقى ولعت الفرن، ولازم البيتزا تدخل على فرن سخن قوي، سخن قوي 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 يعني. نحطها من تحت الاول وبعد كده نرفعها على الشوايه. هحط بقى، حطيت جبنه رومي من تحت، وحطيت الفلفل والطماطم والزيتون، وبعدين حطيت شويه الجبنه الموتزاريلا بقى اللي كانت معايا انا ما بحطهاش الا في الاخر عشان خاطر ما تنشفش مني. بحطها في الاخر لما تبدا تحوفها كده تحمر وتبدا تحمر معايا، بقوم راح احطها. انا كده كنت بولع الفرن عشان خاطر يسخن، وبجيب البيتزا التانية عشان خاطر اظبطها. صليتوا بقى بنا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حطوا لي بقى لايك للفيديو وقولوا لي انا وصلت معاك لغايه مرحله البيتزا. واللقطه اللي طولت معايا دي معلش، انا تقريبا نسيت الكاميرا ولا ايه على ما اولع الفرن. بس حطوا لي بقى لايك للفيديو واشتراك بقى في القناه كده عشان خاطر القناه تكبر ونخلص بقى الشرط الاول ده قبل العيد اهو كده. دول ال3 بيتزات بتوعي همت، انا خلصتهم وجهزتهم فصلت طبعا الفيديو لان انا كنت نسيت الكاميرا في الحته دي بصراحه، ومرضتش اقصها بقى او نسيت اقصها وانا بمنتج الفيديو بصراحه. فالمهم يعني ان انا عملت ال3 بيتزات دولت، وبدات بقى هسيبهم برضو يستريحوا كده شويه، كل ده الفرن بيسخن. وبعد كده هبدا اسوي، هاجي بقى اعمل هعمل الجلاش بتاعي اهو. تمام. انا بقى هاجي هعمل بقى الجلاش بتاعي. انا معايا برضو كوبايه زبادي، ودي نص كوبايه لبن، ومعلقتين كبار من السمنه. انا مش بحط للجلاش بيض لان ولادي ما بيحبوهوش وبيحسوا بقى بزفره فيه كده وما بيردوش ياكلوه خالص لو حطيت فيه بيض. لو انتوا حاطين عايزين تحطوا بيض هتحطوا بيضه واحده، وتحطوا معلقه فلفل اسمر او معلقه قرفه ومعلقه ملح برضو. انما انا ما حطيتش صراحه بيض خالص، وكانت طالعه هشه وحلوه قوي 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 يعني. انا معايا دلوقتي نص كوبايه لبن على كوبايه زبادي على معلقتين كبار كده من السمنه، واللبن كان دافي فسيح لي السمنه، وحطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر هينفش لي الجلاش بتاعي ويخليه هش كده وحلو قوي. هقلب كل ده في بعضه، واللبن زي ما بقول لكم كان دافي معايا فدوب لي كل ده بسرعه يعني. كل ده اختلط بسرعه كده لان اللبن كان دافي. هركنه على جنب بقى، هيهدى طبعا لغايه ما استف صينيه الجلاش بتاعتي. تستف صينيه الجلاش اسهل مما تتخيلي. انا بقى جبت الصينيه ودهنتها برضو من السمنه كده على زيت، شويه سمنه على زيت. وده نوع الجلاش انا بستعمله اسمه الهدى، حلو قوي قوي يعني بصراحه. ومهما اتحط في الفريزر وطلع بيبقى زي الطازه يعني، بيعجبني قوي بصراحه. هنبدا بقى نجيب صينيه الجلاش بتاعتنا دي. الجلاش بتاعنا فردناه اهو. هاخد بقى كل 3 ورقات واحطه في قلب الصينيه كده، كل 3-4 ورقات احطهم، وهدهن دهنه بسيطه خالص من التشريبه بتاعتي دي، دهنه بسيطه خالص يعني مش كتير ولا حاجه. وهسيب الباقي اشربه على الجلاش من فوق اهو. احط بقى الجلاش بتاعي كده وستف صينيه الجلاش بتاعتي كده حلو اهو. انا هظبط بس الكاميرا دلوقتي معلش لان انا كنت جايبه الكاميرا على الجلاش بس. هجيبها بقى دلوقتي، هصدرها يعني على الصينيه وهتشوفوها معايا اهو معلش. بعد كده بقى هبدأ ادهن بقى الطبقات الجلاش بتاعتي بالتشريبه ديت، وبعدين احط برضو كام ورقه وادهن لغايه ما اخلص نص لفه الجلاش، يبقى نصها تحت ونصها فوق. ومعايا برضو شويه جبن زي ما بقول لكم كده. انا لميت كل الجبن اللي في التلاجة دي، جبنه رومي على جبنه فيتا على جبنه موتزاريلا على حبات كده من كل حاجه، وعملت بصراحه احلى صينيه جلاش. اللي نسيت احطه بقى في النص شويه الزيتون يعني. انا لما تحط بقى الزيتون في النص برضو بيبقى طعمها حلو وبتديلها حدوقيه حلوه كده، بس انا نسيت خالص صراحه. هو كان جنب مني بس مش عارفه عدى عليا يعني ونسيته اهو. هبدا بقى احط بقيه الجلاش بتاعي. هجيب بقى كده، انا يعتبر حطيت نص اللي لفه الجلاش. هحط بقى الجبن بتاعتي دي اهي،
هفردها كده في الصينيه كلها وعلى الحواف وكله، عشان تبقى الايه الصينيه بتاعتي كلها محشيه، ما يبقاش اطلع قطعه كده وما الاقيش فيها حشو. هجيب بقى شويه طماطم برضو على شويه فلفل وهنحطهم في النص. الطماطم تبقى قليله عشان ما تنزلش ميه كتير وتبللي الجلاش بتاعي، بس الطماطم تبقى اقل من الفلفل واقل من الجبن اهو. عايزه اقول لكم ان اكله حلوه قوي، ويعني تغيير بقى عن الكفته والبانيه والسمك واللحمه والفراخ والحاجات ديت. انتوا عارفين ان احنا في الصيام العيال بتبقى صايمه وبتبقى عايزه دايما تجديد كده، فده نوع من انواع التجديد يعني اللي ممكن نعمله. يوم نقضيها مثلا فول وبيض وبطاطس وحاجات من دي، برضو بتبقى اكله حلوه قوي. مش شرط يعني ان كل يوم يبقى فراخ ولحمه وسمك يعني اهو. تمام. هدهن برضو كده بقيت طبقات الجلاش وهقطعها وهسيبها بقى وهحط بقى على التشريبة، وبعد كده هبدأ بقى اسوي. انا دخلت بقى المطبخ كده في حدود مثلا الساعة 4، يعني انا كنت عجنت الخميرة في حدود عجنت العجينة بتاعت البيتزا من قبل كده، وبعد كده بدأت ان انا دخلت بقى الساعة 4 كده، بفردت البيتزا بتاعتي وستفت صينية الجلاش بتاعتي وبدأت اسوي بقى واحدة واحدة كده. هوريكم برضو الحاجة وهي في الفرن. انا الجلاش بالذات سواء جلاش مسكر او جلاش حادق بلحمة مفرومة او جبن وكده، كل شوية بحب اقلب الصينية وهي في الفرن عشان تاخد كلها لون واحد. هي كانت باينة في الكاميرا كده في الاول انها مبيضة، بس هي لا خالص والله، هي كانت لونها حلو كده، بس الكاميرا ما كانتش موضحة قوي. هي كانت لونها حلو. ليه بقى؟ لان انا بلف الصينيه كل شويه، سواء برضو حتى في البيتزا بلف الصينيه كده داير. احنا عارفين الافران بتاعتنا القديمه، يعني انا الفرن ده دلوقتي بقاله يعني بوتاجازي ده بقاله 27 سنه، فهو مفيش بقى فيه لا مروحه ولا الكلام من ده ان هي توزع الحراره على الحاجه. فعشان خاطر بقى بس حلو والله وشغال وما اقدرش استغنى عنه بصراحه، يعني ما لاقيش زيه دلوقتي في الفران اللي طالعه دي. انما انا بعمل بقى بلف الصينيه بقى على الحاجه كده كل شويه، بلفها بقى كده على كل رغم ان انا عندي فرن الكهرباء والله، بس انا بحب تسويه فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز في الصواني والحاجات دي، وفرن الغاز للعيش زي ما احنا كنا عاملين مع بعض الكوماج الفيديو اللي قبل اللي فات اهو، زي ما انتم شايفين كده. بس حطيت بقى التشريبه بتاعتي ديت، وهبدا بقى اسوي الصواني بتاعتي واجهزها بقى، والم بقى كل الاطباق ديت وانا واقفه كده على الحوض بغسل بقى المواعين والحاجات ديت، والحاجه بتستوي في الفرن. بطلع قبل الفطار ما بيبقاش فيه معلقه بصراحه في الحوض، بس انا مش برضه اجيب معاكم الحاجات دي عشان انتوا ما بتشوفوش الفيديو بصراحه للنهايه. بيجيني متوسط الفيديو انه بيدخل بيشوف مثلا دقيقه دقيقتين، ما بيكملوش الفيديو للاخر، فبحاول ان انا اعمل لكم الوصفه وبس اهو. بقلب بقى يمين وشمال كده، ادخل اللي فوق تحت واللي تحت فوق. الصينيتين دولت كنت انا حطاهم تحت احمروا، طلعتهم بقى تحت الشوايه كده عشان ياخدوا اللون بتاعهم الممتاز الحلو ده. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، احنا لما اول ما نطلع البيتزا بنعمل بنقوم رايحين مغطيين عليها، غطي عليها عشان تفضل طريه لغايه ما تيجي بقى ساعه الاكل، يعني بتفضل طريه بقى ان انت بتغطيها اول ما بتطلعيها ما تنشفش منك. وده بس كده، وده الفطار بتاعنا النهارده يا حبايبي، وده الفيديو بتاعي النهارده. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.